أنا محمود خالد. النهاردة هنحل مع بعض الأسئلة اللي على كورس السي على موقع جمالتك. ندخل موقع جمالتك، ندخل على كورسز سي بروجرامينج listen to. نحل السؤال رقم 9، لا السؤال رقم 10. لا، نحل السؤال رقم 9 فعلا، ما حلناش 9. نحل 9، هنحل السؤال ده على موقع ريبل اي تي. ندخل على جوجل، نكتب ريبل، هندخل على الريبل اللي عملناها آخر مرة اللي هي كيو، أو شوف انت مسميها ايه. امسح كل ده، نكتب هنا السؤال الجديد. السؤال الجديد بيقول ايه؟ برنامج يسجل 3 أرقام ويتبع مجموع أول رقمين مضروب في الرقم الثالث. تمام، سؤال جميل جدا. تعالوا نجيب السؤال واحدة واحدة. برنامج يسجل 3 أرقام. تمام، تعالوا نحجز ال3 أرقام، نحجز لهم 3 متغيرات. هنعمل أول متغير أنت هنسميه مود إيكوال 10. المتغير التاني بيساوي MR إيكوال 20. المتغير التالت اسمه PP إيكوال 5. احنا كده حجزنا أول 3 متغيرات. شوف الجزء التاني من السؤال بيقول ايه. يطبع مجموع أول رقمين، مجموع أول رقمين عايزين يتطبعوا، فنيجي هنا ونعمل متغير كمان انت هنسميه وي. الوي بيتساوي مجموع أول رقمين المود بلس الام ار. نرجع للسؤال تاني، مجموع أول رقمين مضروب في الرقم الثالث. تمام، هنا البرنامج بيقول ايه؟ يسجل 3 أرقام. تمام، حجزنا 3 أرقام اللي هما المود والام ار والبي بي، ويتبع مجموع أول رقمين مضروب في الرقم الثالث. احنا عايزين نطبع مجموع أول رقمين مضروبين في الرقم التالت، فاحنا عايزين نشوف مجموع الاتنين دول ونضربهم في الرقم التالت. مجموع أول رقمين دول اسمهم ايه؟ المود والام ار. المود جواه 10 والام ار جواه 20، يبقى 10 زائد ال20 دول موجودين في الوي. احنا حجزنا متغير اسمه وي، المتغير ده بيساوي مجموع المود والام ار مع بعض، يبقى الوي جواها 30. تمام، عايزين نضرب ال30 دي في المتغير التالت. نعملها ازاي؟ احنا هنضطر او مش هنضطر، مفيش اضطرار خالص، ولكن هنا احنا عايزين نضرب مجموع اول رقمين في الرقم التالت، فاحنا ممكن نستخدم الوي نفسها في الضرب.
إن احنا نكتب وي إيكوال وي مضروبة في البي بي. احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده قلنا إن الوي بيتساوي اللي هيحصل هنا. ايه اللي هيحصل هنا؟ الوي هتتضرب في البي بي. احنا قلنا الوي هنا بكام؟ الوي ب30، اللي هي الوي بتساوي المود بلس الام ار. تمام. ال30 دي مضروبة في البي بي. البي بي دي اللي هي 5. طيب ممكن نخلي دي 2 عشان تكون واضحة أكتر. الوي دي اللي هي بتساوي 30 مضروبة في البي بي، يبقى 30 في 2. 30 في 2 60. عايزين نطبع بقى القيمة اللي هي 60 دي. نستخدم أمر printf percentage دي كوما. هنا بقى هنطبع ايه؟ هنطبع الوي. في مشكلة هنا. هنا ان جت قبل التي. ليه هنا هنطبع الوي؟ لان احنا هنا بعد ما حجزنا الوي وحطينا جواها مجموع اول رقمين، كده الوي بقت بتساوي مجموع اول رقمين. بعد كده عدلنا القيمة اللي جوه الوي، ان احنا عملنا الوي كمان بتساوي اللي هيحصل بعد الايكوال. ايه اللي هيحصل بعد الايكوال؟ ان احنا هنخلي الوي دي مضروبة في البي بي اللي هي 2. فكده بقت الوي جواها معادلتين. المعادلة الأولى حجزناها فوق والمعادلة التانية حجزناها تحت. فبقت الوي حاليا آخر رقم جواها اللي هو 60. تعالوا نعمل رن. المفروض يكون معانا 60. فعلا طبعا 60. ده كان الحل بتاعي. لو عندك حل مختلف ممكن تسيبه في الكومنت.